القضية بتاعت أحمد رفعت ما بقتش قضية عادية، لكنها أصبحت قضية رأي عام، وقضية تصفية حسابات ما بين الكبار، ما بين الحيتان في الوسط الرياضي. في عندنا يعني أطراف كتير في القضية، وأسماء بتتردد، مش اتهامات، هي أسماء بتتردد. العنصر الأساسي عندنا أحمد رفعت، اللي يعتبر هو المجني عليه أو الضحية في العملية دي كلها. وفي ناس محيطين كتير بقى حواليه، الدايرة بتاعهم حواليهم، بداية من أحمد دياب، ثم وليد دعبس، ثم أحمد شوبير، ثم وكيله نادر شوقي، ثم أحمد حسام ميدو. 5 أطراف عاملين سيركل، دايرة حوالين أحمد رفعت الضحية. كل واحد فيهم له دور، قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي في الأزمة بتاعته اللي حصلت. في اللي له وفي اللي عليه. ومعلش، في السادس إبراهيم فايق، بس ده مش يعتبر مش من ضمن الدايرة، ولكنه أصبح عنصر فيها بعد الحلقة بتاعته. يعني هنبدأ من حيث انتهى الآخرون. والد دعبس، الدكتور وليد دعبس طلع امبارح في بعض القنوات وبعض الإعلاميين علشان خاطر يوضح موقفه من اللي حصل وقصة أحمد رفعت. والملخص سريعا، نفى كل الكلام اللي اتقال ما بين نادر شوقي وما بين إبراهيم فايق، وطلع أحمد رفعت الله يرحمه غلطان، ماشي، بل ومدان كمان. قال ايه طيب ابراهيم دعبس عشان خاطر برضو الصورة تبقى واضحة. يعني وفقا للكلام اللي قاله بالنص عشان خاطر برضو ايه ما نقولش كلام ما يكونش اتقال. بيقول لك: رأيت تمثيلية سخيفة بالأمس لا تليق بمذيع الحلقة اللي هو إبراهيم فايق. كنت أقول أنه مذيع لديه مصداقية كاملة حتى عندما نأتي بالأطراف المتعلقة بالموضوع، سواء كان وليد دعبس اللي هو رئيس نادي مودرن سبورت حاليا، أو أحمد دياب رئيس رابطة الأندية والرئيس السابق للفيوتشر، ونادر شوقي وكيل اللاعبين. بيقول لك: حتى عندما نأتي بالأطراف المتعلقة بالموضوع، فما علاقة رئيس نادي إنبي بالأمر مع احترامي له؟ طب أحمد رفعت كان بيلعب في إنبي. تأتي برئيس نادي فيوتشر الحالي والسابق لكي يعطوا التفسير الصحيح للأمر. يقصد أحمد دياب اللي عمل مداخلة بالفعل في الحلقة، ويقصد نفسه باعتباره رئيس لمودرن سبورت الحالي أو فيوتشر سابقا. يقول لك: الموضوع كان مبالغ فيه ولم يقال فيه الحقائق بالكامل، لأن الحقائق متواجدة لدينا بالكامل. طيب، يقول لك مش عايز يوصل للناس إن اللي حصل لرفعت بسبب ضغوط. أكيد هو الراجل يعني اخترع إن هو تعرض لضغوط، وإن هو كان شارب تقريبا سم فران علشان خاطر إيه، يعني يدعي أو يفتري على حد. يقول لك: ما هو لو كل واحد من المصريين حصل له القصة دي، كل الناس هتبقى قاعدة في العناية المركزة. لا حضرتك، يعني في نقطة بس غايبة على سيادتك. سيادتك كل يوم بتفطر فطار المصريين ما يعرفوش عنه حاجة، وبتتغدى غدا المصريين ما يسمعوش عنه أي حاجة، وبتتعشى عشاء مع ناس وفي أماكن المصريين عمرهم لا هيروحوها ولا راحوها في حياتهم. فحضرتك ما ينفعش تقارن مصري بحضرتك. حضرتك ما تعتبرش من المصريين المواطنين الأصليين، لا حضرتك من المصريين اللي هم فوق. تمام، دي نقطة. طيب، حضرتك ما تعرفش كل مصري عنده ضغوط جواه، بس فيه اللي بيكتم وفيه اللي ما بيقدرش، فيه اللي بيقدر يتحمل وفيه اللي ما بيقدرش. تمام. وفي ناس كتير، يعني سيادتك اكيد تعرف حالات الانتحار اللي بتحصل لبعض الشباب، واللي بياخدوا فيها حباية الغلة، اللي هي الحباية المسمومة، اللي حباية الانتحار. تمام. فسيادتك ما تتكلمش عن قصة المصريين والضغوط النفسية والحاجات دي كلها، لأن حضرتك ما تعرفش عنها أي حاجة. طيب، يبقى ده كلام وليد دعبس. ظهر له حد تاني وطرف تاني في القضية عشان خاطر يرد عليه. يعتبر كان عارف تفاصيل القضية، باعتباره كان قاعد في الإمارات، لأن أحمد رفعت كان معار للوحدة الإماراتي. فده راجل محلل رياضي كان قاعد في الإمارات، الكابتن خالد بيومي. فطلع في تغريدة على تويتر وقال: كلمة وشهادة حق للمرحوم أحمد رفعت. كل ما أعلنه رئيس النادي، يقصد وليد دعبس، بخصوص فسخ التعاقد لسوء السلوك افتراء وكذب. إذن
فوليد دعبس اتهم احمد رفعت بان سلوكه ما كانش كويس او تم فسخ عقده مع الوحده الاماراتي بسبب حاجات مش كويسه. بيقول لك نظرا لقربي من احمد طول الفتره اللي كان قاعدها مع الوحده الاماراتي باعتباره قاعد في الامارات وشغال هناك، بيقول لك اتمنى من حضرتك احترام المتوفي واحترام وجع اسرته عليه. ده رد الكابتن خالد بيومي. طيب نيجي بقى بالنسبه للاطراف السيركل. وليد دعبس قال لك ان وكيل اعمال احمد رفعت نادر شوقي قال لك ان هو اللي جاب العرض وخد نسبه من الوحده وخد نسبه من فيوتشر، وهو اللي كان يعني حابب العمليه والقصه دي كلها. وده طبعا شيء ما يدينوش، ده راجل اسمه وكيل اعمال لاعب، مش يعني مش راجل حرامي ولا اي حاجه. تمام، وده شغله. طيب في عندنا الكابتن احمد شوبير. طيب اشمعنى الكابتن احمد شوبير؟ بيقول لك في صحفيين عندهم مشاكل قديمه مع الكابتن احمد شوبير، عايزين يشيلوه الليله علشان خاطر طلع في تصريح من احدى حلقاته وقال ان احمد رفعت كان بيتعاطى المنشطات، وانه يعني كان بياخد مكملات غذائيه وكلام من ده. تمام. طيب برضو في الكابتن احمد حسام ميدو طلع امبارح في فيديو، الراجل طبعا يعني اتكلم كلام كويس جدا جدا عن احمد رفعت وطبعا اتكلم كلام صعب جدا في حق في اللي تسببوا في وفاة احمد رفعت. ولكن بيقال ان كابتن ميدو من اوائل الناس اللي اتهمت رفعت انه كان بياخد مكملات هي اللي خلته يعني يتوفى او يموت، علشان كده كان عايز يرجع لمستواه بسرعة، وده كان سبب سقوطه في الملعب. طيب احمد دياب طبعا شفناه وشفنا التصريحات بتاعته كلها، وشفنا التصريحات غير المعقولة اللي محدش اصلا يصدقها ولا حد يقدر يتوقع ان هي تطلع من مسؤول كبير زي النائب احمد دياب. طيب في برضه طلع مع الترند هو كمان ماشي، حب يركب الترند المستشار مرتضى منصور، طلع بقى بيصفي حساباته مع احمد دياب السابقه اللي احنا عارفينها، والمكالمه والتسجيلات والشتايم والسباب ما بين الاتنين وكذا 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 وهحبسك يا احمد يا دياب. كل ده ظهر دلوقتي علشان خاطر يصفوا الحسابات مع بعض. وزاره الرياضه يعني حضراتكم كنتوا فين اصلا من بدايه المشكله اللي بقالها حوالي 4 أو 5 أو 6 شهور؟ انتوا كنتوا فين؟ ليه ما عملتوش تحقيق؟ ليه ما فتحتوش تحقيق؟ اشمعنى لما المصيبه والكارثه بتحصل جايين دلوقتي تتكلموا وتفتحوا الموضوع؟ ايه اللي حصل؟ الموضوع اتحول لتصفيه حسابات شخصيه ما بين الكبار، ومحدش عارف حق احمد هيبقى عند مين. دمه يعني اتوزع ما بين القبائل. طيب اذا طيب وزاره الرياضه دلوقتي عملت حاجه كويسه، يعني قالت لك ان هيتم تشكيل لجنه، لجنة قضائية على لجنة طبية على لجنة إدارية علشان خاطر يراجعوا كل المستندات والأوراق والمخالصات والدفاتر والماليات وكله كله كله اللي كانت ما بين الوحدة وما بين فيوتشر وما بين اتحاد الكورة واللجنة الأولمبية والوزارة، ويشوفوا مين السبب في الحوارات اللي بتحصل دي كلها. اتحاد الكرة طبعا بينسق مع رابطة الأندية عشان خاطر يتم تسمية هذا الدوري، يعني دوري السنة دي على تسمية المرحوم أحمد رفعت عليه رحمة الله. دي يعني كل المستحدثات والحاجات المستجدة بخصوص أحمد رفعت. الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه الجنة، ويا ريت يا ريت يكون في تدخل فعلا من المسؤولين الفترة اللي جاية. التحقيقات طبعا إن شاء الله تتحول للنيابة العامة علشان خاطر يكون في عقوبة للجناه المتسببين في الأزمة، ويا ريت يا ريت نترحم على أحمد وربنا يصبر أهله وأسرته. شكرا لكم.